بكم مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الآشورية المعاصرة. نحن الآن في الحلقة 20. ففعلوا الجرس وهيك علشان تصلكم الحلقات القديمة والقادمة. أيوة أبونا، كلنا شوف جعبتك، يلا تفضل. هسه حلو. النص جارك النص. كبر شوي، كبر شوي. ايوه 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 كبروا شوي كمان، كبروا شوي من هذا، من اللي على اليمين، هذا من اللي على اليمين. شوف ايوه هنا، ايوه 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 كبير. ايوه حرم عليك، كمان شوي كبير. ايه انا اصغره لانه كبير هيك شوي اشتغل به شوي مو حلو. المهم، فنحن استاذ سامي كنا في الحلقه الماضيه بدينا بالضمائر، تمام؟ ايوه ايوه الضمائر وحكينا شوي عنها، وبعدين والمربوطه. ايوه المنفصله والمربوطه والمتصله. وبدينا بالضمير الاول، النوع الاول اللي هو ضمائر الشخصيه. قلناها الضمائر الشخصيه المنفصله. شماها بارسو باي بريشه. اوكي. قلنا عندنا ثمان ضمائر، هاي قلناها كلها وشفناها، هاي كلها هاي شفناها. كان بالاحمر، هاي سويتها بالازرق. ابونا سؤال وهو انت بتقول 8 باللغات كلها مو 6. مو هون أنا المتكلم، المخاطب، الغائب، مفرد وجمع. بس في مؤنث ومذكر. مثل العربي. أيوة معلوم ولا كيف؟ صحيح. نحن زين يعني أقل من العربي، فقط المفرد عنده المفرد المتكلم والغائب عنده مذكر مؤنث. البقية أيوة. ما عندها يعني جمع ما عندهم، بس بالعربي هيك راح يطلعون يمكن 10 مو ايوه صحيح المعذرة هاي المذكر والمؤنث. هلا فهمت، هسه فهمت. ايوه حلو. فهاي شفناها كلها تمام، ماكو حاجه الى نعيدها. لا. بعدين تكلمنا ايضا عن ضمائر الشخصيه المتصله. هون شويه كان في شويه هذه كان لازم نتكلم اكثر، نشرح اكثر يعني. فشمعي برسوباي دبيشه، حتى قلنا دبيشه دبس يعني شيء ملزوق وهذه شفناها. هذه ايضا شفنا انه هي عباره عن حروف طبعا تتصل بالفعل. هاي اهم شيء لا ننسى، بالفعل مو بالاسم ومو بالشيء اخر. شوف هون كتبت انا، وتتصل بالفعل اما مباشره او من خلال قلنا حرف لام. ايوه هذه شويه لها اشكاليه يعني، شويه راد لها تفكير وانتباه. فالضمير الأول، الشخص الأول المتكلم هو إي يعني يود تحتها نقطة إي، هي نفس الحركة، حركة خواصة هي الياء يعني كياء. ما يعني لتحت إي هيك. في مصطلح مدى عبارة مدى تحضر لي بالعربي، ممكن واحد أن يعبر عن هذا الشيء. المهم هي حركة، أنا ياء خليها ياء، حركة الياء يعني، بس هي مو حركة، هي حرف. أيوة واحد يقدر يكتب يقول يعطي لفظ ياء أو الإي أيوة إي حلوة إي هيك إي أيوة حلو هيك حلو هيك أيوة حركة إي خواصة. أوكي. للشخص المتكلم المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، والحرف الذي يسبقها قلنا سيأخذ بالضرورة حركة الياء المكسورة. أنا كتبتها أيوة، حركة إي نفس الحركة يعني هاي. أيوة هذه الحركة يعني هي نفس هذه الحركة هذه. أيوة لنعملها هيك المرة. أي خواصة. مثال قلنا هذه فعل، طبعا أفعال هذه كلها. غزالي قلنا غزالي رأيت. أيوة. أنا رأيت. فهذه الإي هون تقوم مقام الاسم الفاعل وهي طبعا ضمير، هي يعني مبني للمجهول. بالعربي كيف يقول ضمير مبني للمجهول
هل هي رأيته؟ لا، مش ضمير متصل مبني على الضمة. ايوه هيك شيء مش المجهول. انا الفاعل يعني غزالي، انا رايته، انا نفسي قمت بالفعل شو الرؤيه يعني رؤيته، انا رايته انت انا قمت بالراي انا اللي شفت نفسي. ايوه لكن هنا مثلا ممكن يجي كمفعول به ايضا، مثلا قم خازت لي، انت قد رايتني. نفس ممكن هون في محل نصب مفعول به، هون في محل رفع فاعل غزالي انا رايته. قم خازت لي قد رايتني، فانت رايتني، فانا مفعول به، انا الذي رؤيته، انت رايته. وقام خازالي هو قد رآني. فأنا حطيت فقط 3 أمثلة، حتى واحد للفاعل في محل رفع فاعل، الأخرى في مفعول به. تمام. حلو قد يعني هاي أمثلة لأن هذه بعدين راح نجي بموضوع الفعل، هذه راح نشوفها بكثير من التفصيل، وهي كثير يعني لها كلام عنها كثير، فنشرحها أكثر. هون حطيت أنا تحت كل كلمة بالعربي لفظ. ممتاز، هذا ممتاز. أيوة. قم خازت لي، قم خازيلي، وتحت أيضا معناها غزالي رأيته، قم خازت لي قد رأيتني. أيوة. قم خازيلي قد رآني. حلو جدا. انت كان كتبت انه القد هذه من تجي مع المضارع، فاستاذنا قال، انا مره قلت لك هي كد، فالظاهر الاستاذ ايضا قايلها هذه كد. نعم نجي عليها هذه كد ايضا راح نشوف. قد يعلم الله. ايوه يعني هو علم. علم. قد علم يعني قد، لانه قد هي يعني احتماليه. صح. بالمفرد بالمضارع. اذا تقول قد علم معناته ماضي، بس اذا قد يعلم معناته مو اكيد يعلم. ايوه قد يعلم قد لا يعلم يعني معناته. ايوه قد ولكن بالماضي لا حسمت قد ايوه لكن اذا تقول قد يعلم يعني علم. نعم يعني هي الصيغه سريانيه قد. نعم ايوه حيث أنه علم، حيث أنه حين أن هيك تجي تعطيها المعاني. ايوه رح نجي عليها بتفصيل. اوكي. وعندنا بعدين لا قد يعلم يعني اكيد يعلم، مش هيك؟ قد يعلم ان مثل هيك اذا استعمل القرآن قد يعلم يعني بالاكيد يعلم. ايوه هاي صح. هون كد يخدع مريا يعني يعلم بالتأكيد يعلم الرب. ايوه قد القد هي تأكيدية هنا. بالتأكيد يعلم. ايوه قد يعلم. ايوه هاي اللي شفنا المشكلة تحتها. انا كنت ابعث لك امثلة عنها امبارح. ايوه نعم. اوكي. بعدين عندنا للمتكلم المفرد المذكر هو كاف تحتها نقطة، يعني يصير خاء هذه مثل الكاف. ايوه كاف لينة قلناها، اي تحتها نقطة كبيرة ساكنة. للشخص المخاطب المفرد المذكر فقط، والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة ضمة رواسة. ايوه رواسة خلينا ضمة زي لخ او شوف هذه اخ، فلا لام تجي قبلها لخ. غزي لخ هاي انت. أيوة. دائما بتحطوا لي اللام هاي، دائما اللام هذه قلت لك فقط في حالتين، إذا كان هناك حرف نون قبلها، حرف نون أو حرف الراء، فما نحط اللام. أيوة أو إذا كان لام أيضا حرف، فطبعا ما لازم لام أخرى. أوكي. راح نشوف نخليها أنا كملاحظة في أوكي. غزالوخ رأيت. قم خازنخ. شوف هوني ماكو لام لأنه نون، لأن خازن أنا أرى، أنا رأيت. خازن نخ هي يعني كيلو خازن لخ.
خازنخ، فما كل زوم أقول خازن لخ لام، فما نحط اللام لأنها تصير ثقيلة. تصير ثقيلة. خازن لخ، خازن لخ، فخازن نخ. أيوة زنخ. أيوة 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 فهمت. خازن نخ قد أيوة رأيتك. أيوة كم خازيلخ هو، كم خازيلخ. خازيلخ قد رآك هو، يعني خازيلخ كم خازيلخ. أوكي، هاي للثاني الشخص المتكلم المفرد المذكر. أما للمؤنث فنفس هذه خاء ولكن بعدها يود ساكنة. أيوة هاي أيوة. ترمز إلى الأنثى، على أنه هذه مؤنث يعني. بس تلفظ ولا لا تلفظ؟ ما تلفظ. يقال أنه كانت تلفظ في وقت ما، يحط تحتها نقطة، خازلخي كانت تصير مثل عربي رآكي. أيوة 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 خازلخي، بس هي ما تلفظ. أيوة 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 زي الأخ. ولكن شو اسمه الحرف اللي يسبقها ياخذ حركة فتحة طويلة، خازيلخ. هون ياخذ حركة أو، خازيلوخ للمذكر. أما للمؤنث فياخذ حركة طويلة، خازيلخ. شوف أيوة أيوة خازيلخ، أيوة. ثقافة هاي طويلة. اللي الحرف اللي قبلها هنا، الحرف اللي قبلها هو اللام طبعا، قبل هذه خاء وياء. فخازيلخ، خازيلخ رأيت. عفوا هنا غزيلخ، هاي ماضي فعل. غزيلخ رأيتي، أيوة رأيت أنت. قم خازنخ، أنا خازناخ. قم خازناخ قد رأيتك. أبونا سؤال، هل القم ممكن نحذفها ولا لا؟ أيضا نعم نعم، خازناخ أيضا ممكن نحذفها. يعني ممكن بس نحذفها، بس أنا فليش حطيتها بتحطوها؟ ليش بتحطوها على هذا هو النوع من الماضي، راح نجي عليه. انواع ايوه الماضي ايوه عندنا كثير ايوه انواع. ايوه 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 قد ايوه ايوه مثل بمعنى قد رايتك. ايوه بالضبط، قد رايتك هنا، قد رايتك قد بالضبط، انت قد بتقول رايتك. قد. ايوه بمعنى قد. ايوه فاذا ما حل قام خازنا رايتك فقط. قد يعني بالتاكيد رايتك. ايوه قد خازن. ايوه قام خازيلخ هو الشخص الثالث، هو رآك، قد ايوه رآك. ايوه قام ايوه خازيلخ. المهم هذه هون فتحة طويلة قبل ما قبلها، وهي خاء وياء. هنا بعدين نجي على الشخص الثالث المفرد المذكر. علامته وضميره هو هاء ساكنة فقط، هاء ساكنة بدون أي شيء، هاء ساكنة. الشخص الغائب المفرد المذكر، والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة زلامة طويل. هذا مهم أيضا. غزالة رأى، هو غزالة، غزالة رأى. قام خازنة رأيته، هنا فاعل هنا مفعول به، أنا رأيته. فالهاء هنا هي مفعول به، هنا هي فاعل. رأى هو رأى. أيضا قد رأيته. قام خازالة أيضا مفعول به هون، هو رآه، هو رآه. أوكي. بعدين للمؤنث نفس الغائب المفرد المؤنث، نفس الهاء ولكن فوقها نقطة كبيرة للدلالة على أنها مؤنث، على المؤنث. وما تفرق مع من المذكر، ولكن فقط النقطة هذه تخلينا نعرف أنها مؤنث. والشيء اللي يخلينا بالسماعيا نعرف المذكر المؤنث هو الحركة التي تسبقها. هي هاي الحركة اللي تخلينا نعرف أنه مذكر ومؤنث، هي بدون ما نشوفها يعني، بدون نقراها نسمعها سماعيا. فهاء ساكنة فوق نقطة كبيرة، شخص الغائب مذكر فقط. والحرف الذي يأخذ حركة فتحة طويلة. هنا غزالة، هنا غزالة، لا هاي لا هنا هنا فإيه للمذكر والآ للمؤنث. غزالة رأت، هي رأت غزالة. وقم خازنا رأيتها، هون الها هي مفعول به، هون فاعل. رأى هي رأت نفسها هذه، ولكن وأنا رأيتها. قم خازنا قد رأيتها.
قام خازيلة، قام خازيلة قد رآها. أوكي، هاي يعني. بعدين نجي للجمع. الشخص الأول أو المتكلم الجمع سواء مذكر أو مؤنث نفس الشيء، ما يفرق. هو النون، نون ساكنة في النهاية. هذا ضميرها، ضمير المتكلم الجمع، المذكر والمؤنث معا. والذي الحرف الذي يسبقه أو الحركة التي تسبقه هي فتحة قصيرة. هذا مهم. لن، خازيلا أو غزيلا، هون عفوا، غزيلا ماضي، خازي حاضر، غزيلة ماضي، غزيلا، غزيلا. رأينا، نحن الذين رأينا، فالنون هون في محل رفع فاعل. تم خازتلا، قد رأيتنا أنت، فالنون هوني مفعول به في محل نصب. قم خازتلا، أنت رأيتنا، رأيت نحن. قم خازيلا هو رآنا، هنا أيضا مفعول به، هو رأى نحن، رآنا. هو طبعا كثيرين من اللي ما يعرفون عربي عندنا يقول أنت شفت آني، أنت شفت آني، يعني أنت شفت آني، أنت شفتني، أنت شفت آني، آني شفت أنت. تينيجر. أوكي. والمتكلم الجمع المخاطب، عفوا هذا كان المتكلم، المخاطب الجمع سواء مذكر أو مؤنث قلت ما في فرق. هي وضميره هو خون، كخاء او ان، خاء ذات حركة ضمة مفتوحة. أنا هسه قلتوا هيك، شفتوا هالمصطلح أكثر إلى ضمة مفتوحة. أو شوف الضمة أو، ولكن شوية مفتوحة تصير أو، شوية تميل إلى الفتحة. تمام. أو فأنا راح أسميها ضمة مفتوحة، حركة ضمة مفتوحة خلينا نقولها، اللي نتعود على هالضمة مفتوحة. أيوة. أوكي، هي حركة ضمة مفتوحة أو رواخة، نسميها رواخة. والراخة قلت لك أنا يعني معنى رحابة، رحابة يعني سعة أيضا. أيوة. غزيلوخن، الحركة أو، شوف أو، هذه أو، هو نفس الضمير، هو عن مقطع، هو خون، وقبله أيضا يأخذ أو أيضا، الحرف اللي قبله اللي هو لام في الحالة. غزيلوخن، غزيلوخن، رأيتم. لازم نكتب المعنى تحتيها. أيوة، غير مرة مش مرة. ناسي بعدين نسوي على راحتك. ما حكوا قال هذا الرهب الإنسان نسوان، يعني نسيان يقول. كان يريد يقول وهيك أبونا تكتب، أبونا مو هيك تكتب. تعرف كيف؟ لما بتصل لخون للنهاية، روح سطر جديد. صح. احذف الرايت، هيك كنت أعمل، بس احذف رايتم، ارتبكت. صح. ايوه احذف رايتم. هاي هيك كنت أعمل ولكن إنسان نسوان. ايوه روح على كم. ايوه هيك. عفارم عليك. أيوة هيك. عفارم عليك. رأيتم. قم خازن نوخن، أنا رأيتكم، قد رأيتكم. فنكتب تحتها أبونا رأيتكم ولا أراكم؟ رأيتكم. مو هي هوني قم، هذه القم قلت لك هي تعني ماضي معين راح نجي عليه. إذا هذه نشيلها خازن نوخن، هوني راح تصير مضارع. خازن نوخن أراكم قد أراكم. قد أراكم. أيوة قد يعني في الماضي. أيوة. هلا فهمت. شفت قد أراكم. هذه تزيدنا شوية معلومات. أيوة كم مرة حلت مشكلة قرآنية هنا. شفت القرآن هيك قد مع المضارع بيساوي ماضي تعني حل ماضي. عالصياغة سريعة. هاي حلت لي عدة مشاكل. عفارم عليك. يلا منيح.
أيوة. قد أراكم العادة خليها قد رأيتكم. هي أنت تجيب المعنى قد رأيتكم. أيوة بس في القرآن قد أراكم. أيوة في حالات منفردة خازيل قد رآكم هو يعني قد أيوة رآكم. أوكي. أيوة انتهينا. هذه المخاطب الجمع. أما ضمير الغائب الجمع هو فقط أبونا ثانية واحدة نرجع للأمثلة القرآنية مش هنشوف العلاقة بين الاثنين. هو أنا بعثت لك إياه. قد نعلم أنه لا يحزنك. قد نعلم يعني علمنا. نعم علمنا بالضبط. قد نعلم هو استعمل المضارع مع قد فبتصير كأنها ماضي. بالضبط هون نفس الصياغة هذه. قم خازن نوخن. أيوة شفت كيف الحال. يعني إذا نشيل قم تصير خازن نوخن أراكم. تصير مضارع. القد هي للماضي. أيوة هي التي شوف هي جت أبونا قلت هنا شوف هنا شفتها 8 آيات. قد يعلم الله. قد يعلم هاي الصياغة بالضبط. هي الصياغة هذه. أيوة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. يعني معناته وقد علمنا. أيوة بالضبط. شفت حلت المشكلة. أيوة هاي الصياغة فعلا سريانية. شوف أنا ما كنت عملها رابط بيها لأنه أنا متعود عليك ماشي يعني ما أفكر كثير بيها لكن أنت فكرت حسيت بيها لأنه شفت أنه العربي ما ممكن تقول هيك. هو يقول لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. يعني وقد علمتم أني رسول الله. أيوة بعدين يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. هو قد رأينا. أيوة شفت عليك حيث رأينا يعني أيوة قد رأينا. هي تعني قد رأينا يعني إذا تحلف القد بصير بالمضارع. بالفعل هو نفس الشيء. إذا تحلف هذا خازن نوخل مضارع. حلوة. أنا هلا بدي راح أضيفها لكتابي. هلا بدي أضيفها لطبعة العربية. هاي ضيفه وبعدين لا تنسى اعمل علامة لما أنا أكتبها بالهادي حتى أكتبها بالضبط هيك. أيوة حقول صيغة سريانية. نعم. بعدين أنا بدي أروح أعلم على المحلات اللي فيها سرياني. هو بجوز يطلعوا 400 500 لا أقل من هيك. راح نعملها سوية إن شاء الله أنا وأنت حالا. أيوة نكتبها حالا وهذه نرتبها وننظم. وممكن نعمل حلقات نمر عليها. أيوة نمر عليها حلقات السريانية في القرآن. ونمر على الأمثلة وخلص. بالضبط. واحنا قاعدين بنسويها ونسويها نكتبها وانت تنظمها تخليها هذه. ايوه وانت هنا على السكايب بتكتب في مكان الكونفرسيشن هذا وانا بنقلها. ايوه انا بنقلها عندي وهي نعم. وخلصنا من المشكله. ونخلص منها ان شاء الله بس انت خلص هذه على خير ان شاء الله. هلا لأننا راح نخصص وقت انا وانت 74 شغل مكثف ان شاء الله ونخلصها بسرعه. 74 صرت بالصوره 74 نقلت فيها كل اللي حكيته حكاه هو. 74 يعني عندي كمان كم نجي على الأخير الشخص الأخير الجمع يعني الغائب الجمع وهو ضميره هو ياء بدون أي نقطة ولا أي حركة. ياء ساكنة يود ساكنة يود مذكر مؤنث الشيء قلنا. الحركة اللي تسبقها هي حركة فتحة قصيرة. هذه أيضا فتحة قصيرة. شايف اللام هون أخذت فتحة قصيرة نقطة فوق نقطة تحت. غزي لي ما نقول اي غزي لي ما في نقطة تحت اليود. هي مو حركة اي انما هي يود ساكنة ياء ساكن. غزي لي شفت حطيت سكون على الياء تحت. لي حطيت فتحة مش أليف يعني
فتحة يعني حركات فتحة فتحة قصيرة. غزالي، مو غزالاي، إنما غزالي. أيوه غزالي. قم خازني، قم خازني، نفس الشيء، فتحة قصيرة فوق واحدة تحت في على الحرف الذي يسبق الضمير، هذه يود. خازني، رأيتهم، قد رأيتهم. أيوه قم خازلي، قد رآهم. خازلي نفس الشيء، لي. بس هون قلنا مفعول به، هون فاعل لأنه هو رأى هون، هو هذه لا، رآهم واحد آخر. أيوه. أوكي. هذه هون هل ضمير عنده صيغتين. صيغتين نستعملها اثنيناتهم سواء للمذكر أو المؤنث اليوم. الياء أو هذا المقطع هون. أيوه مع إبطال لفظ الهاء بهذا الشرطة، هذه شارحة الكبيرة فوقها، إبطال حرف الهاء. فطبعا في الحالة شو منطقيا الحركة هذه راح تروح إلى الحرف الذي يسبق الهاء، لأن الهاء هاء مبطلة. أيوه يعني هذه منطقيا. هاء رواخة، يعني هاء بضمة، بحركة ضمة قلنا مفتوحة. هاي خوش اكتشاف. ضمة مفتوحة. أيوه ضمة مفتوحة مع نون ساكنة، والحرف الذي يسبقه يكون ساكنا. أيوه ليش؟ لأن هالحركة راح تروح إلى أيوة. فتصير شوف اللام ساكنة، ولكن إيش حركة الهاء، بما أنه الهاء مبطلة ما نلفظها، فأوتوماتيكيا راح تروح حركة الأو إلى اللام. غزالون تصير، ما نقول غزالهن، ولو بالقديم كان يقول غزالهن، لكن في الحديث هسه بالمعاصر غزالون. يعني صاروا يتدلعوا هلا. أيوة سوينا هذه وأبطلناها حتى تكون أسهل لللفظ. غزالهن هي شوية ثقيلة صار، فغزالون صاروا يتدلعوا. غزالة مثل الإيطالي الاتش ما تنلفظ، ما أو أيوه هو مو هو. تمام بالضبط. أيوه كان عندنا أستاذ، كان عندنا مدرس اللي يدرسنا علم الكوسمولوجي، فان هاجنس اسمه، ما انسى اسمه، هولندي كان. فكان هو هولندي، كان ما يقول او يقول هو فكان هو تو هاي، لأنه ايش هو حقه، لأنه ايش موجودة يعني الاش. أيوه فنحن خوفا بهذا حتى لا يجينا واحد مع مثل فاجاجز يقول هو غزل هون، حطينا الشرطة فوقها. انتبه يا فلان لا تلفظ. في عصا. ايوه لا تلفظ، هاي عصا شوف طويلة فوق. ايوه وعك العصا على راسك. عصا مرفوعة. ايوه ايوه زينون. انا في مكتبي ابونا دائما كان عندي عصا من خيزران مترين بالقرني، حتى بالقرني. ليش؟ ما تعرف الله بيقول له لموسى وماذا تعمل بعصاك يا موسى؟ قال له أتوكأ عليها وأنش بها على غنمي، يعني بوقع الورقة لغنمي، يعني غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. أيوة ثاني واحد هي المآرب الأخرى مهمة. هي بيت القصيد هو هذا. الأخرى، لأنه لا عندي غنم ولا بتوقع عليها، ما بقت المآرب الأخرى إلا المآرب الأخرى هاي. فجاني واحد ابن حلال طبيب، هو جزائري، كل يوم تصير مسلم. قلت له أنت شايف العصا؟ هاي خوش، هاي أحسن طريقة. هاي ولي فيها مآرب أخرى. هاي المآرب. شايف العصا فدير بالك، العصا برجع لعقله. اوعى تتكلم مثل ما يقول مصري، اوعى العصا حاضرة. ايوه. السويدين يستعمل يقول ايا بيا يعني اوعى ايا بيا. ايوه كل الناس يدخلوا مكتبي يقولوا لي انت شو عامل بالعصا هيك؟ ولي بها مآرب اخرى. تعرف
تعرف كمان كنت حاط حجار عندي. صدقني كنت حاط حجار يعني ال1 كيلو. وحاطه على مكتبي هيك. قالوا لي شو بتعمل بالحجار؟ قلت له ربما إلها حاجه. هاي تمثل النجوم التي يرمي بها الله الشياطين. ايوه ايوه هي كالنجوم. ايوه حطيتها. كنت ما تدري واحد يتعدى علي ومثل هيك وانا مش عارف ادافع عن نفسي. عندي حجار حاضره. حاضر حجر. قاذفات الشياطين. هي رادعه هاي وسائل ردع. هم لما يشوفوها يقول والله هذا مجنون احسن ما يجيش فيه. خلونا لا نتقرب احسن. بعد عن الشر وغني له. هذا محضر الحجار. حلو. فاذا راينا استاذ سامي هاي هذه اون نفس القاعده عليها مثل الياء الساكنه يعني زيلون يعني نفس المعنى يعني هو الشخص الغائب الجمع. ايوه نعم نفسه. شوف هون لاحظ أن الهاء لا تلفظ لذا فإن حركتها تذهب إلى الحرف الذي يسبقها. كتبته هون المقالة ملاحظة حتى واحد يعرف لا ينسى. حلو هذا حلو. يسمعون يمكن يشوفون بس الكتاب وما يسمعون حكينا. حلو جدا هذا. هاي انتهينا كان انتهينا من هذا. نجي هسه للضمير الثاني. هي عادة كويسة واستفدت منها مشان القرآن تاعي. يلا نكمل. هلا في الإعادة إفادة. يقولون احنا عندنا التكرار يعلم الحمار. ما كنت أريد أقول هذه. أيوة. أقول أنت ما تسترجي تقولها. لا ما أعرف. خليها علي. أوكي. هاي شو اسمه يقول المهام صعبة لك هذه. أيوة. تعرف في مثل سوري يقول لك شو حملك شو صبرك على المر. قال له الأمر منه. حلو هذا مثل يعني عظيم. هذا عظيم. شو صبرك على المر؟ الأمر منه صح. ديروا بالكم بدكم سامي. أمر مش بعد أمر ولكن في أمر سامي. ضمير. أيوة. نجي على الضمير الثاني ضمير الإشارة. هو بالعربي يسمى اسم الإشارة. تمام. اسم إشارة. نحن عندنا ضمير الإشارة خلبش ما مخويانة يعني الذي يري خاوي يعني يري يشوف. مخويانة المشوف الذي يشوفنا شيء يعني يشير إلى شيء. المشير بالضبط. خلبش ما مخويانة demonstrative pronoun. يستعمل هذا الضمير للإشارة إلى الأشخاص والأشياء القريبة أو البعيدة لأنه يختلف. ويسمى في العربية باسم الإشارة عوضا عن ضمير الإشارة ويأتي منفصلا دائما. وضمائر الإشارة في اللغة الآشورية المعاصرة هي الآتية. الشخص المفرد المذكر القريب والبعيد. تمام. هذا وهذاك كما هي قريب وبعيد في كل اللغات بالعربي أيضا. questo e quello. سي. الشخص المفرد المذكر عندنا شفت ويختصر أو يجزم بأه. كثير مرات ما نريد نطولها نقول أناشا بدل ما نقول ناشا هذا الإنسان نقول أناشا. على هيك يقولوا الإنسان يعني أناشا. ممكن أناشا أريا هذا الأسد. أوكي. نعم. بيت هذا البيت. أوكي. أو في عندنا أيضا أوى. حتى تشد أنا فوق الواو هون. ممكن نستعمل أوى أو أوى شوية مثل ما نقول دارجة أكثر. هي أكثر يعني فصيحة يعني. أيوة.
بس نستعملها اللي حطيتها لأنه ممكن واحد يكون يقرأ في كتاب ما هذه حتى يعرف شو هي. أيوة. أوكي. هذا القريب. أما البعيد المذكر المفرد الاسم إشارة هو هاو، بدل آها هاو، ولكن تتذكر هاو أيضا كان ضمير الشخصي هو. أيوة. شو يفرق؟ أنا بوقتها قلت الملاحظة وهسه راح أكررها. تفرق هل نقطتين. هناك على الضمير الشخصي للغائب نحط نقطة كبيرة فوق الهاء. هنا يأخذ حركة فتحة طويلة. هذا الذي، أما لفظها نفس اللفظ، لفظين متساويين، هاو وهاو، فقط أن كتابة تختلف. هناك نقطة كبيرة والتي تشير إلى أن هذا ضمير شخصي، وهاي هنا حركة فتحة طويلة. هذا معناه أنه دير بالك هذا مو اسم ضمير شخصي وإنما اسم إشارة، ضمير إشارة. أيوة. لفظها نفس اللفظ مع مثل ذاك. أو عندنا أواها، هي بالضبط أوى قريب، أواها ذلك. تمام. كويس. هذه غريبة، هذه ليش ما حطيت المعنى بالعربي؟ ما أعرف ليش. بعدين تحط بعدين يعني هذا كلنا ثلاثتهم هذه، هذا ذلك وأيضا ذلك أو ذلك ذاك هذا وذاك. أيوة هذا وذاك. أوكي. هاي للمفرد المذكر. المفرد المؤنث بدل نفس الشيء أيضا آها للمؤنث أيضا. أيوة. وتقصيره أيضا ولكن بدل أوى يصير أيّة. أوى. والبعيد بدل هاو يصير هاي. هي يعني هي. هاو هاي. وبدل أواها يصير أياها. أياه. وتقصر أيضا بأياه. كثير ممكن تقصر. هذا كتبت أنا الملاحظة هون. هذا للمفرد سواء مذكر هون ومؤنث هون. أما للجمع فضمير الإشارة للمذكر والمؤنث نفس الشيء، ما يفرق. الحمد لله. هاي شوية أقل مشكلة، أقل حمل. شوف هل اللغات الأوروبية خاصة السويدية وهذه محت كل هالأمور، الفوارق بين المذكر والمؤنث. أيوة. حتى في الفارسي ما في، وفي التركي أيضا ما في الفرق بين المؤنث والمذكر. عجيب، في اللغة التركية ما في. اللغة الفارسية كذلك. أما اللغات السامية عندنا هيك، اللغات اللاتينية فيها طبعا. المفرد المؤنث قلنا الجمع للمذكر مؤنث نفس الشيء هنا، وهو أن للقريب، يعني هؤلاء، سواء هؤلاء أو النساء يقولون هذه. تمام. هؤلاء وهذه النسوة وهؤلاء الرجال. أن شوف هاي فتحة قصيرة، والنون بما أنه متحركة فتتشدد. أن هي كسرة طويلة نون، ولكن ألف عليها فتحة قصيرة تخلي النون تتشدد مثل ما قلنا حسب القاعدة اللي شفناها في الفصل الأول. والبعيد منه اسم إشارة البعيد أو ضمير إشارة البعيد للجمع المذكر المؤنث هو أن هؤلاء، أولئك. معناته تحط فوق. أيوة مد فوق الألف. هاي بالعربي تحط. أيوة حطيت المد. أيوة آني. أيوة. تأخذ بدل كسرة تكون الياء الطويلة تصير بدل إي آني. ولو بالعراقي آني يعني أنا. أيوة. آني ناشئ، آني بختات، آني أولئك نسوة، أولئك رجال، تلك النسوة، تلكم ما أعرفش. المهم آن. وأيضا تقصر ممكن يعني تؤخذ هذه تبقى فقط آن ناشئ، بختات. هاي
يقول كما ترى فإن لبعض الضمائر أكثر من صيغة، والصيغة الموضوعة بين قوسين هي الصيغة المجزومة للضمير الذي يسبقها، يعني المقصرة المختصرة. مجزومة لأنه يكون إحنا هذه عملية قطع حرف من الكلمة نسميها عملية جزم. إحنا يعني مو شرط فقط مجزوم فعل يجزم بالعربي، فقط الفعل يجزم ببعض حروف الجزم، تمام، لم ولا ما أعرف إيش، لكن عندنا لا، غير فكرة للجزم، تمام، وشفناها الجزم كيف نجزم وقواعد الجزم الكلمات مختلفة، تمام. أنا أعطيت أمثلة يعني دخلتها في جمل فقط للأمثلة. شفت آها أو أوى نفس المعنى، آها يالا حطيتها هوني كامل بالعربي ومعناها يالا، آها يالا الولد، رابا كثير، هونانا ذكي، إيلي هو. شوف يجي هو، هذا هو أيوة، هونانا إيلي الفعل الكينونة يجي بعد الصفة. هونانا ذكية صفة، فإيلي يعني هو ذكي هو. هذا الولد ذكي هو جدا، أو هو جدا ذكي. رابا كثير ممكن أيضا نترجمها إلى جدا كثير. هذا الولد كثير ذكي هو. حلو. أيوة. بعدين نجي آها أو أيا، براتا بنت، رابا نفس الشيء، رابا كثير، هوننتا لأنها بنت فالصفة هونانا للمذكر، هوننتا التأنيث تأخذ هوننتا. وما شفنا كيف نؤنث الصفات المذكرة، شفناها في موضوع الصفة. آها أو أيا، براتا، رابا، هوننتا، إيلا لأنه براتا مؤنثة، فإيلا للمذكر، إيلا للمؤنث، مع هذه هذه الكبيرة، شو نسميها هالنقطة الكبيرة على يعني أنا ليش يعجبني أن أخليها لي أنا النقطة الكبيرة، المهم خليها أرجع هسه. هاي نقطة صغيرة دلبين أكو غير هسه عندي غير طريقة للنقطة الكبيرة. أوكي إيلا، المهم إيلا شفت هي هوني فتحة طويلة تسبق الضمير المؤنث. إيلا إيلي ضمير مذكر تسبقه كسرة طويلة، هنا تسبقه فتحة طويلة المؤنث. فآها براتا رابا هوننتا إيلا. فشو نسوي نحن؟ شو ما نقول آها براتا هوننتا إيلا أو هايا رابا هونانا إيلي، إنما ندمجهم، نقول هوناني لي هوننتي لا. شوف نجزمهم، ندمجهم، هوننتي لا باللفظ طبعا كتابة لا، هوننتي لا، ما نقول هوننتا إيلا، شو ثقيل، هوننتي لا. مثل ما لما أنت تخلط لونين يطلع لون آخر، تخلط الأبيض والأسود يطلع لك رمادي، يعني هوننتي لا، الآ والإي ندمجها تصير إيه، هوننتي لا. أوكي، المهم باللفظ هذه بس، مو مشكلة أنه لازم أحد يكتبها هيك. البنت كثير ذكية، هذه البنت كثير ذكية هي. شفت؟ أوكي. نجي على الشخص على البعيد، هذا كان للقريب، الشار القريب سواء مذكر أو مؤنث. ونجي للجمع، والجمع قلنا أنه لكلتا المؤنث والمذكر هو نفسه. هاو أو أواها، يالا نفس الولد، يالا الولد، رابا كثير، هونانا ذكي، إيله. نعم. هاو يالا ذاك الولد، هاو يالا رابا هونانا إيله. هاو يالا رابا هونانا إيله.
أو نقول ذاك، يعني ذلك الولد كثير ذكي هو. هذه شوف قلنا، لاحظ أن الحرف الهاء في الضمير الإشارة هاو يأخذ حركة فتحة طويلة أي هاو، بينما في الضمير الشخصي المنفصل للغائب المفرد المذكر هاو يوضع نقطة كبيرة عليه بدل الفتحة الطويلة. كما شرحت قبل شوية، بس حطيت الملاحظة حتى تكون واضح. هذه القريب للقريب عفوا للمفرد، يعني المفرد المذكر المؤنث والبعيد المذكر. نجي على البعيد المؤنث. هاي أياها براتا رابا هوننتا إلى. هاي براتا رابا هوننتا إلى. تلك البنت كثير ذكية هي. هنا أيضا الهاء في هاي تأخذ فتحة طويلة بدل النقطة الكبيرة كما في الضمير الشخصي، لأنه الضمير إشارة. هاي. نجي على الجمع مفرد مذكر مؤنث. أني يالي بدل يالا يالي. رابا كثير. هوناني أذكياء لأنه جمع. أذكياء هم. إينا بدل إيلي أو إيلا. إيلا للمفرد. إينا للجمع لكلا الجنسين. إينا هوناني إينا. هؤلاء الأولاد كثير أذكياء هم. أيضا أريد للبنت جبت للمؤنث حتى نشوف ما في فرق. أن بناتي هؤلاء البنات. هؤلاء بالعربي ما يصير تلك البنات، مو؟ نعم. تلك البنات. فبالعشري قلت ما في فرق، نفس الضمير هو أن للمذكر ومؤنث. أن بناتي رابا هوننياتي. هوننتا للمفرد، هوننياتي للجمع. أذكياء ذكيات. هنا ذكية هنا ذكيات. أن بنات رابا هوننيات إينا. نفس الفعل إينا، فعل كينونة هذا. هم يعني صونو بالإنجليزي أن بنات رابا هوننيات إينا. هذه البنات كثير ذكيات. هن ذكيات. آني. أن هو للجمع القريب. تمام. كما في خلينا نرجع للجدول. شوفت الجدول هذا الشخص المفرد القريب والبعيد. القريب هو أني والبعيد آني قلنا. تمام. آني للبعيد الجمع البعيد. آني أو آن مختصرا. يالي رابا هوناني إينا. آني آن يالي رابا هوناني إينا. أولئك الأولاد كثير أذكياهم. هم أذكياء كثيرة. آني بناتي بنات مؤنث نفسها. آني وآن. رابا هونانيات بدل هوناني هونانيات مؤنث. هوناني مذكر أذكياء. هونانيات ذكيات. إينا هم. هن عربي ما يصير هم. هن مؤنث هن. لكن بالاشوري نفسه كنفس الفعل. إينا ايوه كينونة. على الكينونة. العربي ما في فعل كينونة. هو نفس الضمير. هو تمام. هو نعم. نقول هو يكون ذكيا. هو ذكي. نعم. اوكي. هذا ضمير الإشارة كان ضمير. أبونا دقيقة واحدة. هل هذا اللي حيجي طويل أم قصير؟ الفصل اللي حيجي ضمير اللي شو هذا يجي عندنا طويل هو شوي. كمل شوية. ارفع شوية مش هنشوف وين كنا. هذا ضمير الاستفهام. هل طويل أم قصير؟ شوية طويل. تحب نقطع شوية؟ أيوة نوقف شوية. طيب في حلقة جديدة. حتكون الحلقة 21 بعدين. 21.
إذا أنا حتى لا يمل اللقاء. إيه، لأنه بعدين ما نقطعش الثانية. هاي هي الثانية، الدرس اللي بعده. نعم إيه، نعم. اشكر المنتبهين، اشكر أبونا شمعون. تعلمنا أمور جديدة مثل ما ترون. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. سنرجع لكم في حلقة قادمة، الحلقة 21 عن الاستفهام. يلا استريح شوية أبونا. الله بعينك. نعم. الله بعينك شوية، أنا هقطع التسجيل.